الناس عمالة تتكلم على صفقات الزمالك وكده. الزمالك مش هيجيب صفقات زي الأهلي يا جماعة. الزمالك ما عندوش رفاهية الفلوس، وما عندوش رفاهية الوقت. الزمالك قدامه تقريبا اللجنة الفنية دي لسه تم تعيينها يعني من يومين ولا حاجة، عشان يتحركوا ويبتدوا يجيبوا لعيبة، واللعيبة المتاحة وبكام هتجيب لعيب. يعني الفلوس المتاحة قدامك، أكيد النادي بيقول مثلا لميدو الحازم، لاي حد من اللي موجودين يعني، بيقولوا لهم مثلا انت ليكوا نادر السيد مثلا ليكوا الليميت ده، جيبوا في الحدود دي. طبعا هو عايز يجيب لعيب يكون عقده بينتهي بنهاية الموسم، يكون لعيب مثلا النادي مش محتاجه قوي، كلام من هذا القبيل يعني. وبالتالي معلوماتي يعني ان في مدافع مغربي او تونسي، مدافع يعني هيجيبوا مدافع يعني ما نعرفش اسمه ايه يعني. ومفيش مدافع كونغولي. معلوماتي ايضا ان كان في لعيب مغربي كده جناح بيلعب في الوداد، كان طلعوا اشاعه انه جاي امبارح، مش الكلام ده مش حقيقي. اللاعب بتاع سيراليون ده كان فعلا في تفاوض، ولعب ضد مصر على فكره في المباراه الاولى اللي اقيمت في سيراليون، يعني لعيب جيد. لكن بعد التويته بتاعت هيثم فارودي، واللي اعلن فيها يعني ان هو لعيب جيد بس مش في مستوى الزمالك، اعتقد ممكن يبعد شويه. خصوصا هو يعني هو كان اللي مرشحه كابتن عادل جد الله، هو لاعب من يعني هو بيدرب في الشيحانيه القطري، وكابتن عادل جد الله من نجوم الزمالك السابقين يعني. هو طبعا لما بتيجي ترشح برضه بترشح على قد امكانياتك وعلى قد فرص النجاح في المفاوضات يعني. لكن الزمالك واللجنه الفنيه رايحه اكتر لشمال افريقيا، بنتكلم على الجزائر والمغرب وتونس، ان هم يجيبوا الاثنين الصفقتين من هناك. يعني ده الاتجاه العام يعني. معاذ الضحاك ده كان اتكلموا معاه، بس رئيس النادي قال لهم انتوا جيتوا لي بعد قفل باب القيد، فانا مش عارف اجيب لعيب مكانه، وده لعيب مهم عندي. لكن ممكن يكون في تفاوض مع نهايه الموسم يعني، وهو لعيب جيد جدا. في لعيب جيد جدا في الجيش الملكي اسمه زحزوح تقريبا، ده لعيب بيلعب رقم 10، والجيش الملكي مكمل في دوري ابطال افريقيا، وده لعيب غالي جدا يعني. لكن ممكن يكون الكلام عليه مع موسم جديد يعني. فطبعا موضوع الانتقالات الشتويه ده موضوع صعب جدا جدا جدا، لكن الزمالك هيحسم الصفقات دي خلال، يعني بنتكلم ممكن قبل ماتش الاسماعيلي هيكون تم الاعلان عن صفقات الزمالك باذن الله. الزمالك في لعيبه في بيراميدز، اتنين لعيبه يعني، بيراميدز عارضهم للاعاره يعني. والاتنين لعيبه هم جداد واسامي كبيره، وجوم السنه دي يعني لسه جايين السنه دي. الزمالك بيحاول ياخد اعاره واحد فيهم يعني، او الاتنين، هنشوف الدنيا رايحه لفين. ده بالنسبه لصفقات نادي الزمالك. شكرا جزيلا ليكم. باي باي.